ده مجرد تأجيل لانفجار أكبر. التوتر مش عايزك تهدى، التوتر عايزك تسمعه. عايزك تسأل نفسك: أنا مضغوط من إيه؟ تعبت من إيه وما قلتش؟ هو في إيه جوايا مش عارف أعبر عنه؟ يمكن تكون شايل ذنب أو خوف أو إحساس إنك لو وقفت ثانية الناس هتسبقك، وكل ده بيتحول مع الوقت لقلق مستمر من غير ما تعرف ليه. الحل مش إنك تمنع التوتر، لكن إنك تفهم رسالته. التوتر مش عدوك، ده إنذار مبكر من جسمك بيقولك: وقف شوية، اسمعني. يمكن تكون محتاج ترتاح، يمكن محتاج تغير حاجة في حياتك، يمكن محتاج تبطل تمثل إنك قوي طول الوقت. التوتر مش ضعف، اللي بيضعفك إنك تفضل تتجاهله. كل مرة تهرب منه بيكبر، لكن أول ما تبدأ تسمعه بيتحول من وجع خانق لرسالة واضحة. أنت مش محتاج تكون هادي طول الوقت، أنت محتاج تكون صادق مع نفسك. ويمكن اللحظة اللي بتسمح فيها لتوترك يتكلم هي أول لحظة حقيقية ترتاح فيها بجد. بس خد بالك، لو الإحساس ده بقى بيحصل كل يوم وبقى مؤثر على نومك، أكلك، تركيزك أو شغلك، لو بقيت تحس إنك مش قادر تتحكم في خوفك أو قلقك، أو بيجيلك نوبات مفاجأة كأنك هتموت أو هتفقد السيطرة، ساعتها لازم تروح لطبيب نفسي. مش علشان فيك حاجة، لكن علشان جسمك وعقلك بيستغيثوا، ودي طريقته يقولك: كفاية لوحدك. اعمل لايك وفولو لو حابب أشرح في الفيديو الجاي إزاي تهدي جسمك وقت التوتر من غير ما تهرب منه.